السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. نتوما كتشوفوا معايا الفيديو ديال اليوم. معكم حفيظه من قناه كويزين حفيظه تدسكوت. كنقول لكم عواش لكم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بطولة العمر. فيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا معايا غادي نشارك معكم طبيله ديال فطور صباح العيد. انا نشارك معكم الوصفات هكا اللي حضرت نهار قبل العيد. درت واحد العجينه اولا 3 ديال العجنات اللي درتهم دقه واحده وخرجت فيهم هكا شهيوات اللي تيجيو هكا فطور ديال صباح العيد. كيجيو رائعين ساهلين في التحضير ولذاذين في المذاق. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا فيها، وهكا اللي عجبكم الفيديو تخليو لي لايك وتعليق وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. وكنقول لكم فرجه ممتعه وبقاو معايا تشوفوا معايا الفيديو من الاول للاخر وصفات. ونايا اول حاجه بديت بها خديت الاناء ديال العجانه كيف تقدروا تعجنوه بالايد ديالكم. اللي درت فيها 5 ديال الكيسان ديال دقيق الفورص، اي نص كيلو 500 غرام ديال الدقيق. اللي غادي ندير معاه هكا واحد نصف ملعقه ديال الملحه، وغادي ندير ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي ندير 125 غرام ديال الزبده اللي كتكون هكا رطبه، وخماره واحده. وغادي نجمعوا العجينه ديالنا بكاس ديال الحليب وغنديروها تعجن. العجينه ديالنا تكون هكا شاده راسها، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. من بعد ما تعجنات قسمتها على جوج، دوزتها هكا درت ليها النشا ولا مايزينا مزيان ودرتها في بلاستيكه وخليتها ترتاح. غندوزو للعجينه الثانيه اللي درت فيها هكا جوج لايف ديال دقيق الفورص وزلافه ديال دقيق الفينو. يعني هنا كديروا نتوما القياس اللي بغيتو ولا الكميه اللي بغيتو ديال العجنه. غندير معها معلقه ديال الملحه صغيره ومعلقه ديال السكر فقط، وغادي نجمع العجينه بالماء عادي. غادي نعجنوا العجينه مزيان تكون هكا مدلوكه مزيان ورطبه. غنشدها نديرها في بلاستيك حتى هي، غادي نعقد عليها وغادي نخليها ترتاح باش تطلق لينا مزيان. هاد العجينه هادي ديال الملوي اولا المسمن غنخليها جانبا. وغندوزو العجنه الثالثه في نفس الاناء العجانه. غندير فيه جوج كيسان ديال الحليب اللي تيكون هكا دافي شويه. غنزيد ليه معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. غادي ندير هكا ولا غنسمو بالفاني. غندير نص كاس ديال سكر سنيده. غادي ناخد جوج ديال البيضات اللي غادي نفصل الصفر على الابيض. غادي ندير هنايا جوج ديال البياض البيض ونحتفظوا بالاصفر الاخر. وغندير نصف كاس ديال زيت المائده. غادي ندير واحد خماره. غادي ندير راس معلقه اولا قبصه ديال الملحه. وغادي ندير الدقيق. هنا خدات ليا من الدقيق تقريبا 6 ديال الكيسان ديال الدقيق حتى ل7 كيسان، يعني ولا 6 ونص. غادي نديرها تعجن تكون لينا هكا العجينه مرخوفه. هذه العجينه ديال البريوش قسمتها على جوج. النصف درت فيه النافع والزنجلان والنصف خليته هكا بمذاق ديال الفاني باش غادي نكملوا. شنو غادي نديروا له من بعد؟ غنغطي عليه بلاستيكه وغنخليه يخمر. هنايا خصهم يخمروا لنا مده ديال ساعه او اكثر. شحال ما خليتهم هكا يخمروا كيجيو زوينين وكيجيو هكا مفشفشين البريوش ديالنا اولا القريشلات. هذا هو السر ديالهم، ان في الخمير الاول يخمروا مده ديال ساعه او اكثر. دابا غادي ندوزو العجينه ديالنا الاولى اللي عجنا اللي هي ديال الرغيفات اللي تيكونوا مقليين ومعسلين. هنايا كما قلت لكم كديروا النشا اولا مايزينا مزيان. تيبغيو تورقوا بالنشا مزيان مزيان. صافي هنايا غادي ناخذ الدلاك وغادي نسرح العجينه تكون رقيقه. غتشوفوا معايا غادي نرققها مزيان. وراه ساهلين في الخدمه ديالهم، كيوجدوا دغيا دغيا ما كيعذبوش وكيجيو رائعين. صافي كيف كتشوفوا معايا غادي نورقهم مزيان مزيان. وغادي نعاود ندير عليهم النشا هكا، يعني نتاكد بان النشا يعني تغطى، يعني درناه العجينه كامله تلبس بالعجينه كلها. صافي من بعد ما كنرققها مزيان
غادي ندوزو باش غادي هكا غادي نلويها. دابا كتجيو هكا للراس ديال العجينه وكتبداو تلويو فيها ولا تروليوها بهذا الشكل هذا. هي كتاكدوا هكا من الاول انكم ها زيرتوها وروليتوها صافي، من بعد راكم كترولا لكم دغيا دغيا. وانا هنايا بما انني درت كويرات العجينه جاتني هكا كبيره، غادي نقسمها على جوج، حيت غنحتاجوا ان الرغيفات ديالنا يكونوا غير صغيورين. صافي من بعد هنا ما روليتها غادي نقسمها على جوج كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي هنايا من بعد ما قسمتها غادي ناخذ هكا شويه ديال الماء وغنديرو هكا هي شويه في يديا، وغادي نديرو هكا فوق العجينه باش نسدو العجينه. يعني داك الماء غيخلي لنا ان العجينه تلاصق مع بعضياتها مزيان، ونتاكدوا اننا سدينا العجينه مزيان مزيان. صافي وداك النصف الاخر ديال العجينه غادي نحاول انني نزيد هكا ندلكو شويه ونبدا نرولي بها بنفس الطريقه اللي درنا الاولى. يعني انا هنا اخرجوا ليا 4 ديال الحرابل، لان كل عجينه قسمتها على جوج. وانا دابا راه بديت لكم بهاد العجينه هذه الاولى باش لان هي تقدروا تصاوبوها وتحطوهم جانبا ودوزوا تصاوبوا العجينات الاخرين. يعني غنمشي معاكم دقه دقه باش الا جيتوا تصيبوا هكا 3 ديال بغيتوا تصيبوا 3 ديال الوصفات، تبداو بالاولى وتمشيو للثانيه وانتم غادي يعني اللي كتحتاج انها ترتاح ترتاح واللي كتحتاج انها تخمر تخمر. صافي هنا من بعد ما غادي نكمل العجينه كامله وغادي نروليها كلها كيف ما شفتوا معايا. غادي ندوز هنايا باش غادي نقطعهم. انا ناخذ الحراب وغادي نبدا نقطع هكا الرغيفات يكونوا غير صغيورين. هما كيجيو صغيور كتشوفوا معايا هنا كنقول لكم كيجيو مورقين. صافي وغادي نبدا نقطع حتى نكملهم كاملين. تشوفوا معايا ساهلين دغيا 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 كتوجدوهم، ما تاخذوش لكم هكا وقت كاع نهائيا. صافي من بعد هنايا ما غادي نقطعهم كيف ما شفتوا معايا. غادي ناخذ الدلاك وغناخذ كل رغيفه وغنضغط عليها في الوسط كما شفتوا معايا. هكا هي ضغطه، هكا هي ضغطه خفيفه باش هكا كيجيو لينا دوك التوراق من الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ضغطه خفيفه في الوسط ودوزوهم كاملين كياخذوا لكم هكا داك الشكل ديال الرغيفه اللي كتجي مورقه. صافي من بعد ما غادي نكملهم غادي نحطهم وغادي نخليهم جانبا باش غادي ندوز نكمل العجينه الثانيه اللي هي ديال البريوش. هنايا الكورس ديالنا اولا البريوش ديالنا من بعد ما دازت ساعه وخليناهم خمروا مزيان وتضاعف الحجم ديالهم، وهذه هي اهم حاجه في نجاح ديال الكورس انهم كما قلت لكم يخمروا مزيان. صافي تنحاولوا نخرجوا داك الهواء اللي تيكون لينا في العجينه. العجينه كتجي زوينه تجي خفيفه راها يعني مرتاحه خامره. غادي نبدا نقطع منهم كويرات بهذا الشكل هذا. درتهم غير هكا ما صغارينش بزاف وما كبارينش بزاف. صافي غادي نقطعهم وغادي ناخذ هكا لاطه ديال الفران اما تتفرشوا فيها هكا ورق ديال الفرن ولا كدهنوها. صافي هنايا هادو اللي درتهم بالنافع والزنجلان قطعتهم، وهادو اللي فيهم غير الفاني غادي نقطعهم حتى هما باش غادي ندير فيهم كريمه كريم باتيسيير. صافي غادي نقطعهم هكا حتى هما غير غنقطعهم لان غنعمروهم بالكريمه فما غير غادي نقطعهم باش غادي تشوفوا معايا. غادي نسرحهم وحاولوا انكم ديروهم هكا قد كورات يكونوا بنفس الحجم باش يجيوكم هي هكا مقادين وصافي. صافي هنا من بعد ما قطعتهم غنحاول نضغط عليهم نسرحهم هكا غير واحد شي شويه باش غادي نعمروهم. صافي هنا انا حضرت كريمه ديال الكريم باتيسير ديال الدار، ديك الكريمه غبره جاهزه تديروها مع الحليب شويه الفاني والسكر. صافي ملي كتعقد كتخليوها تبرد تماما تبرد مزيان مزيان تعاودوا هكا تضربوها باش تجيكم هكا كريميه ورطبه. صافي هنا كنشوفوا معايا كندير كل عجينه ولا كل كويره العجينه كنديروا فيها معلقه هكا ديال الكريمه وغادي نسد عليها كيف ما تتشوفوا معايا. كيجيو هكا معمرين تيجيو بنانين.
وهكا كما شفتوا معايا عجينه وحده خرجنا بها جوج ديال المذاقات ولا جوج ديال الاشكال تيكونوا هكا مختلفين. صافي غادي نبدا نقفل عليهم بهذا الشكل هذا، وغادي نديرهم حتى هما في اللاطه ديال الفران. انا هنايا جمعتهم كاملين، درت هادو اللي بالنافع والزنجلان كنضغط عليهم هكا شويه من الفوق، وهادو اللي عمرنا بالكريم باتيسير حتى هما خداو ليا لاطه وحده لان عندي هكا الفران كبير، اللاطه ديال الفران كبيره. صافي غنخليهم يخمروا واحد مده ربع ساعه حتى ثلث ساعه وعاد نشعل ليهم. هنا بالنسبه للعجينه ديالنا هي العجينه الثالثه ديال الملوي اولا ديال المسمن، من بعد ما درتها في بلاستيكه خليتها ارتاح حتى هي مزيان، شحال ما ارتاحت شحال ما طلقت لكم، وكتعطيكم هكا الطعم منين كتبداو تسرحوا العجينه وكتجي زوينه. صافي بهذا الشكل هذا غادي ندوز حتى هي غادي نقطعها حتى هي كويرات، كديروا هكا المسمن ديالكم بالحجم اللي بغيتو. انا درتهم هكا غير صغيورين. صافي غادي نقطعها كامله كيف ما تشوفوا معايا. غادي ندهن هكا يديا بشويه ديال الزيت ونبدا نقطع فيهم. صافي انا من بعد ما غادي نكملهم كاملين غادي نعاود ندهنهم هكا بشويه الزيت من الفوق هكا باش ما تكولش لنا ديك القشره اللي تتكون فوق العجينه، ونغطي عليهم عاوتاني ونخليهم يرتاحوا واحد المده هكا قليله ولا بيد من هنايا. غادي ندوز باش نطيب الرغيفات اللي تكونوا مقليين، عاد ندوز نصاوب الملوي. صافي انا خديت مقله اللي درت فيها الزيت هكا سخنات، وغادي ندير فيها الرغيفات كنطيبهم هكا على نار اللي هكا كتكون متوسطه، باش هكا كيطيبوا لينا وكتدخل لينا ليهم الطياب من الداخل وكتورقوا لينا. انا غادي نديرهم وغادي ندوز دغيا غادي نبدا نقلب فيهم، غادي نبدا نقلب فيهم وهما باقيين هكا خضرين باش هكا كتنفخوا لكم. ولا كديروا فيهم كتاخذوا هكا واحد المعلقه وكتبقاو ديروا عليهم هاد الزيت نيت سخونه من الفوق باش كيبقاو يتنفخوا. صافي غادي نقلبهم وحتى يطيبوا لينا وياخذوا لينا هكا داك اللون كيف ما تشوفوا معايا. صافي هنايا من بعد ما طابوا شوفوا هنايا راه طابوا لينا بهذا الشكل هذا. غادي ندوز باش غادي نحيدهم، كتقطروهم هكا شويه من الزيت صافي وكديروهم هكا في شي شبكه ولا هكا كديرهم في شي شبيكه تخليهم هكا يزيدوا يقطروا مازال. صافي غادي نحيد هادو وغادي ندير وحدين اخرين حتى نكمل الرغيفات كاملين اللي حضرت. راه كيجيو ساهلين في العجينه ديالهم كما شفتوا معايا ما فيها والو، فيها غير شويه التوراق ديالهم حتى هو، ودغيا كتحضروهم كطيبوهم كتعسلوهم وكيخرجوا هكا كميه اللي هي كثيره، غير فقط ب5 الكيسان ديال الدقيق ولا نص كيلو تخرج لكم كميه كثيره ديال الرغيفات. صافي انا من بعد ما كملتهم طابوا ليا كاملين غادي ندوز باش غادي نعسلهم. غادي نخوي عليهم هكا العسل من الفوق كيف تقدروا تعسلوهم، ما تحتاج غير ديروا عليهم هكا العسل من الفوق. حاولوا انهم كاملين يقيسهم العسل، ولا تقدروا دهنوهم من الفوق. صافي راه دغيا كيشدوا العسل وكيجيو هكا مقرمشين مورقين كيجيو لذاذين في المذاق. صافي انا من بعد ما كملتهم خليتهم جانبا. هنايا البريوش ديالنا ولا الكرس ديالنا من بعد ما خمر خليته واحد المده ربع ثلث ساعه خمروا لينا عاوتاني. غير شويه خديت الصفار ديال البيض اللي حيدنا في الاول، جوج ديال صفار البيض بما ان عندي كميه ديال البريوش، وزدت على صفار البيض قهوه سريعه الذوبان واحد قطيره الخل وخلطتهم هكا مزيان ودهنت بهم القرص ديالنا من الفوق بهذا الشكل هذا. حاولوا انكم تدهنوا الوجه مزيان وتديروا حتى الجوانب. هنا هادو ديال الزنجلان غندير لهم الزنجلان مزيان من الفوق هكا كيجيو زوينين الا هكا عطيتوهم الزنجلان مزيان من الفوق. وهذوك الاخرين اللي بلا كريم باتيسير غادي نخليهم هكذاك باش حتى كيطيبوا وندير لهم منين يبردوا ندير لهم شويه السكر كلاصي من الفوق باش يجي هكا فرق بينهم بجوج. صافي هنا الفران راه تيكون سخون مزيان، تندخلوا اللاطه كنقصوا عليها النار طيبوا لنا نار على نار متوسطه يطيبوا لينا من التحت، ونشعلوا لهم من الفوق هكا يطيبوا لنا من الفوق ياخذوا لنا داك اللوين الذهبي كيف ما كتشوفوا معايا. ها هما منين خرجتهم باقيين سخان كيجيو هكا طيبين خفافين ومفشفشين كيجيو رائعين. وهادو ديال الكريم باتيسير حتى هما كيفاش كيجيو شوفوا معايا كيجيو رطبين والريحه ما نعاودش لكم، يا سلام واحد الريحه طالقين رائعه.
صافي غادي نخليهم جانبا وندوزو هنايا الملوي ديالنا ولا المسمن ديالنا، غادي نورقهم حتى هما هنايا بمساعده ديال الزيت. كندهنوا شويه هكا بالزيت ونورقوا المسمنه ديالنا تكون رقيقه. أنا هنايا قلت لكم درتهم صغارين، غادي ندهنهم بالزبده وندردر عليهم هكا شويه ديال السميده رقيقه، درت فيها هكا شويه ديال الخماره، خمارات الحلوى. صافي كشتو معايا طويتها على شكل رغيفه وعاود طويتها ونخليها هكا ترتاح. وهنايا منين نكملهم كاملين غادي ندوزو ناخدو ديك الاولى اللي رولينا واللي طوينا، وغادي نروليوها بهذا الشكل هذا على شكل ملوي. نتوما وكتسرحوا فيها وانتوما كتلويو، ما تزيروش بزاف عليهم، روليوهم وهكا خليهم مرخوفين. صافي غادي نبدا نرولي فيها كيف ما تتشوفوا معايا، وانتوما كتجبدوا فيها وكتسرحوا فيها حتى كتكملوهم كاملين، باش غادي نخليهم عاوتاني غير واحد شويه يرتاحوا بد ما تسخنوا هكا المقله ويزيو يطلقوا لكم دغيا الا كتسرحوهم. صافي انا من بعد ما كملتهم، صافي انايا سرحتهم. بما ان عندي المقله كبيره والملويات صغار غادي نتهز ليا 5 ديال الملويات، يعني غادي نطيبهم دقه واحده. انايا كنسرحهم في الاول مزيان، نسرحهم على ما يكونوش هكا رقاق بزاف وما يكونوش غلاظ بزاف، وغادي نديرهم مباشره فوق المقله اللي كنكونوا درناها تسخن لينا مزيان. نديرو فيها هكا شويه ديال الزيت ونبداو نطيبوا في الملوي ديالنا. صافي هي كتحطوهم مباشره كتبقاو تقلبوا فيهم. صافي كما قلت لكم هزت ليا 5 لان المقله كبيره، يعني طيبتهم دغيا دغيا، خداوش معايا هكا وقت. الا كطيبوا بوحده بوحده كياخذوا شويه الوقت. صافي كتبقاو تقلبوا فيهم، ضروري ما تخليوهمش، ماشي غديروهم وتخليوهم يطيبوا في هاد الجهه وتقلبوا من الجهه الاخرى، لا بقاو تقلبوا فيهم كل شويه، قلبوا قلبوا باش يجيوكم هكا موارقين وكيجيوكم مفروقين من الوسط. صافي هنايا منين طيبتهم هادو 5 الاولين حيدتهم، وغادي ندير عاوتاني 5 اخرين. نديرو هكا شويه ديال الزيت ونحطوهم. صافي غير غنحطوهم غادي نقلبهم باش هكا غادي ندير البلاصه الملويه الخامسه نحطها ما بيناتهم. صافي بهذا الشكل هذا تبقاو تقلبوا فيهم. انايا راني طيبتهم وكملتهم كاملين، شوفوا معايا تياخذوا لنا طياب واحد، تياخذوا هكا اللون كاملين. وهما الملويات ديالنا واجدين، شفتوا معايا. وهذا هو الملوي ديالنا من بعد ما كملته. هنايا غير كان هكا باش يجيونا باش يتفرقوا لينا من الوسط، لان غادي نحطهم هكا نحطهم وهما باقيين سخان. حاولوا انكم تضربوهم هكا كما كتشوفوا معايا، تجمعوهم بيديكم في الوسط، ولا دير لهم هذا الشكل هذا باش كيتفرقوا ليكم، يعني قبل ما تحطوهم باش ما يجيكمش هكا معجنين ولا شي حاجه. حاولوا تضربوهم بحال هكا كما قلت لكم باش يجيكم مورقين. صافي هما الملويات ديالنا واجدين. ها الملوي والرغيفات ديالنا المعسلين حتى هما، والقرص ديالنا ولا البريوش ديالنا حتى هو واجد. ندير لهم هكا شويه الرغيفات شويه اللوز من الفوق، لوز ايفيلي ولا مهرمش ولا اللي بغيتو، ولا الزنجلان تقدروا ديروا حتى الزنجلان. وها هو القرص ديالنا. شفتوا معايا هادو هما 3 ديال العجينات اللي حضرت معكم، مشينا مع بيهم دقه دقه ووجدناهم دغيا 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 كتوجدوهم.
وتتحضروا الطبيله ديالكم. وهذه هي الطبيله ديال الفطور ديال صباح العيد. شفتوا معايا انا حضرت واحد الكيكه ديال الشوكولات كتجي حتى هي خفيفه وزوينه بمذاق القهوه. ها الملوي اللي شاركت معكم. وضروري من الحليوات ديالنا هنايا الفقاص. فايته شاركتو معكم في القناه، فقاش كيجي ناجح. وهما الرغيفات حتى هما حطيتهم بهذا الشكل هذا. والبريوش اللي شاركت معكم بالزنجلان والنافع، والبريوش اللي درنا بلا كريم باتيسير حتى هو درت لهم شويه السكر كلاصي من الفوق. هذا الصابلي اللي درتو بعجينه وحده حتى هو خرجت منه 5 ديال الاشكال كيف ما كتشوفوا معايا. صافي واحد درت هكا شويه اللوز الكركاع التمر بالكركاع. وهادو لي طاختو اللي حتى هما عمرتهم بلا كريم باتيسير ودرت فيهم هكا البنان والفريز تيجيو رائعين. والحلوه ديال الرخامه حتى هي اللي كنديروها بالكاوكاو حتى هي كتجي رائعه سهله في التحضير حتى هي. وكلشي كنشاركو معكم في القناه وكذلك في الانستغرام اللي هو نفس الاسم ديال القناه حفيظه الدسكوت. وعندي صابلي راني فايته شاركته معكم. كنقول لكم هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وعجبكم الوصفات اللي شاركت معكم. وكنقول لكم شكرا لكم على المشاهده. والى فيديو قادم ان شاء الله، وصفه اخرى ولا وصفات اخرى. كنتمنى منكم التشجيعات ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.